بعد سنوات من الحديث عن التسييس والكواليس واتهام فوز لقجع والمغرب بإقصاء الجزائر من كأس إفريقيا بطرق غير كروية، خرج حفيظ الدراجي في تصريح جديد ليؤكد أن تتويج المنتخب المغربي إن تحقق سيكون مستحقا عن جدارة ولا مجال لأي تشكيك في أحقيته. تصريح ثقيل في معناه، ليس لقوته بل لأنه صادر عن نفس الصوت الذي كان يرى في كل فوز مغربي قصة تحاك خلف الستار، وفي كل إنجاز مغربي ترتيبات خفية لا علاقة لها بالميدان. حفيظ الدراج نفسه الذي لم يترك مناسبة إلا واتهم فيها فوز لقجع والمغرب بتسييس كرة القدم وبإخراج الجزائر من كأس إفريقيا عبر ترتيبات خفية، وجد نفسه اليوم يغير النغمة بالكامل. فجأة ودون مقدمات أصبح تتويج المنتخب المغربي مستحقا عن جدارة ولا يقبل التشكيك. تحول درامي سريع يليق بعناوين المسلسلات أكثر من البرامج الرياضية. السخرية ليست في الاعتراف بل في الطريقة، لا مراجعة، لا اعتذار، لا اعتراف بالأخطاء السابقة، فقط قفزة بهلوانية من خطاب المؤامرة إلى خطاب الاستحقاق، وكأن الجمهور لا يتذكر، وكأن الأرشيف لا وجود له، وكأن الكواليس التي كانت تستعمل كشماعة يومية تبخرت فجأة مع أول انتصار لا يمكن إنكاره. الإعلام الجزائري الذي صدع الرؤوس بالكولسة وجد نفسه محاصرا بالنتائج. حين كان المنتخب الجزائري حاضرا كانت الكاميرات تبحث خلف الستار، وحين غاب اختفت الكواليس وعادت كرة القدم إلى قواعدها الطبيعية. صار الفوز فوزا والهزيمة هزيمة والتنظيم عملا لا مؤامرة. المنتخب المغربي في المقابل لم يدخل هذا السيرك الإعلامي، لم يرد على الاتهامات، لم يبرر، لم يشرح، اكتفى بالملعب، بالأداء، بالانضباط وبالاستمرارية، وكل خطوة للأمام كانت تسحب بساطا جديدا من تحت خطاب التشكيك، إلى أن لم يبق للإعلام الجزائري سوى تغيير اللهجة حفاظا على ما تبقى من المصداقية. أما حفيظ الدراجي فقد اختار أخيرا موقع المتفرج العاقل بعد أن لعب طويلا دور القاضي والمحقق وكاتب سيناريو المؤامرة. اليوم يتحدث عن الجدارة بنفس الهدوء الذي كان يتحدث به عن التسييس، مع فارق بسيط: الواقع هذه المرة أقوى من الصوت. في النهاية الكواليس التي تحدثوا عنها طويلا لم تثمر سوى ضجيج فارغ، بينما ما بني داخل الملعب صمد أمام كل محاولات التشويش. الإنجاز لا يحتاج إلى تبرير، والاعتراف حين يأتي متأخرا لا يغير الحقيقة بل يؤكدها. المنتخب المغربي يكتب تاريخه فوق العشب، والإعلام الجزائري يواصل إعادة مونتاج خطابه حسب النتيجة.